صباح الخير او مساء الخير على حسب الميعاد اللي بتشوفوني فيه سنه اولى. وحشتوني جدا جدا جدا، وجينا النهارده بالفيديو اللي انا وعدتكم فيه ان احنا النهارده هنحل كل نماذج الوزاره، اي كتاب خارجي، تقييمات. عندك الملزمه دي او الحصه دي هي مجمعه لك كل الاسئله اللي انت بتحلم بيها يا باشا. بتوع التقييمات رضيناهم، بتوع الامتحانات ماشي يا عم، بتاع النماذج بتاعه الوزاره كله موجود. وباذن الله باذن الله من بعد الحصه دي مش هتحتاج اي حاجه تاني، وهتبقى جاهز مليون في المية انك تخش الامتحان. طبعا ما ينفعش نشوف الحصة دي قبل ما نشوف فيديو الشرح. فيديو الشرح اساسا صغير جدا جدا جدا، احنا غالبا عملنا سحر فيه وخلصنا المنهج كله في وقت قياسي ساعة. فهي ساعة بس عايزاك تتفرج عليها ليلة امتحانك، وبعدين نشوف الفيديو بتاع الحل، عشان طبعا الشرح عمره ما هيكمل من غير حل. فيلا بينا نطبق، وهحاول حاضر اتكلم بالراحه زي ما قلتولي، وان محدش بيجري ورايا. حاضر هنتكلم بالراحه اهو. ويلا نبدا مع بعض ونسمي الله. وحاول الناس اللي بتاخد الملزمه تطبعها وتمشي معايا واحده واحده كده في الحل. هي كده كده اوريدي محلوله، فانا مسهله عليك ايه الدنيا. يا دوبك بس هتاخدها وتقراها وتسمع الشرح مره ولا حاجه، وتمرر عليك عينك، يعني عينك تشوفها كده مره، والدنيا بالظبط تبقى زي الفل معاك. يلا نبدأ يا باشا عشان ما اطولش عليك. هنا بيقول لي الرمز الكيميائي لعنصر الايه؟ النيتروجين. طيب الرمز النيتروجين الرمز بتاعه ايه؟ اي جي مثلا ولا اتش ولا ايه؟ نيتروجين ان. نيتروجين ان، مش محتاجه ايه فزلكه، لسه ما دخلناش في الايه؟ في الفزلكه، بنسخن كده. جميع عناصر الفئه اس. تمام، جميع عناصر الفئه اس اللي هي فين؟ في اول الجدول. تمام، صلبه، فلزات صلبه، كلها بيقول لي انها فلزات صلبه. تمام، زي الصوديوم يعني. تمام، ما عدا لا فلز ايه؟ غاز. ما عدا لا فلز غاز. انا عندي ايه اللي في اول الجدول غاز؟ عندي اول حاجه بيبدا بيها الجدول الدوري عندك غاز الهيدروجين. غاز الهيدروجين. الرمز الكيميائي لعنصر هو اي جي. هو ايه هو العنصر اللي رمزه اي جي؟ هو عنصر الفضه. عنصر الفضه. يعتبر السيليكون والجرمانيوم من ايه؟ من اشباه الفلزات. يعني ايه اشباه الفلزات؟ يعني خواصه بتجمع بين الفلزات ولا فلزات. خواصه بتجمع بين الفلزات ولا فلزات، وهي كويسه جدا 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 جدا، بنستخدمها في صناعه الالكترونيات. جميل. بيقول لي العنصر اكس، يعني عنصر مجهول انا ما اعرفوش، يقع في الدوره الثانيه. يقع في الدوره الثانيه وفي اول مجموعه في الجدول الدوري ايه؟ الحديث. يكون عدده الذري كام؟ طيب انا دلوقتي انا عايزه اوزعه. تمام، فانا هعمل ايه؟ هو قال لي عنصر يقع في الدوره الثانيه، هقوم عامله مستويين كده. حلو قوي. هو مش انا عندي الدوره ديت هي عدد مستويات الطاقه، فانا عملت المستويين بتوعي. طب يلا نملاهم. 2 1. عندي المستوى كي بياخد ايه؟ الاتنين والال بتاعي. طيب كده انا عندي العدد الذري بتاعه كام؟ عندي العدد الذري بتاعه 3. عندي العدد الذري بتاعه 3. لو شاطر بقى كده قول لي ده عنصر ايه؟ ده عنصر الليثيوم. عنصر الليثيوم. جميل قوي. هو كده كده كان عايز العدد الذري، فاحنا خدنا ايه؟ كتبنا ايه؟ الدوره وملينا المستويات، فعرفنا ان عدده الذري 3. طب هو ايه اللي عدده الذري 3؟ عنصر الليثيوم. طيب الرابطه في جزيء الماء، طيب اللي هو H2O، رابطه تساهميه احاديه. هي رابطه تساهميه احاديه. طب ليه يا ميس تساهميه احاديه؟ لاني عندي الاكسجين بيشارك بواحد الكترون والهيدروجين بيشارك بواحد الكترون، فعملوا ما بينهم رابطه ايه؟ تساهميه احاديه. جميل. ايه هو اصغر كوكب عندنا؟ ايه هو اصغر كوكب كتكوت عندنا في المجموعه الشمسيه؟ اول كوكب ايه؟ عطارد. اول كوكب عطارد. اكبر كوكب المشتري. اكبر كوكب المشتري. طيب والكوكب الاحمر اللي فيه درجه حراره عاليه؟ المريخ. المريخ. طيب ينتج عن دوران الارض. يعني انا هو بيقول لي ان دوران الارض حول محورها، يعني الارض بتدور ايه؟ حول نفسها. الارض بتدور ايه؟ حول نفسها. ركز، هي قال لك حول محورها مش حول ايه؟ الشمس، لان لو حول الشمس كانت اجابتي هتختلف. هقول لك دلوقتي. هو حوالين الارض ديت بيعمل لي ظاهره تعاقب الليل والنهار. ظاهره تعاقب الليل والنهار. انما لو قال لي حول الشمس اللي هي ايه؟ السنه بتاعتي اللي هي 365 يوم وربع. تمام؟ اوكي.
تتحول الذرة إلى أيون نقط. طيب عندما تفقد إلكترون أو أكثر، أنا قلت لك لما الذرة بتفقد بتبقى أيون إيه؟ تبقى أيون موجب. تفقد أهو موجب. تكتسب سالب، حتى افتكرها س وسين، س وسين، س وسين سالب، س وسين سالب. ماشي. أكسيد الزئبق، طبعا أكسيد الزئبق مكون من أكسجين وزئبق، هيبقى مركب ولا عنصر؟ لا هو مركب. طيب أنا أعرف منين هو مركب ولا عنصر؟ أنا عندك مثلا أكسيد الزئبق ده مركب، عندك المية دي مركب. طب ليه يا ميس قلنا عليها مركب؟ علشان هي بتتكون من إيه؟ من عنصرين مختلفين، إنما عندي حالة العنصر هي واحد، يعني مثلا الليثيوم ده هو ليثيوم حالة عنصر مش مركب. ماشي. يمكن فصل مكوناته عن طريق الايه؟ انا عايز افصل اكسيد الزئبق عن بعض، اخلي الاكسجين لوحده والزئبق لوحده. اعمل ايه؟ هسخن ويتصاعد عندي غاز الاكسجين. جميل. تتميز الثقوب السوداء، يعني انا قلت لك عندي الثقب اسود في الفضاء، ده بيعمل ايه؟ ده بيجذب كل النجوم اليه. هتلاقي كده مثلا عندك في البيت مكان، تمام، انت كل حاجتك المهمه بتحطها فيه، هو المكان ده فيه كل البلاوي بتاعتك يا عم. زي مثلا بالذات البنات تلاقيها واحده صاحبتها قوي عارفه كل حياتها السوداء، عارفه كل اسرارها، يعني هما بجد لو بعدوا عن بعض مفيش حل غير انها تقتلها. تمام؟ طبعا مفيش الكلام ده. تمام. يبقى عندي الثقب الاسود ده زيه زي صاحبتك، هو في كل اسرارك، في كل ايه؟ اسرارك، وهي عندها قوه جذب قويه ليك. يبقى الثقب الاسود ده عنده قوه جذب عاليه للايه؟ للنجوم. تمام؟ لدرجه ان الضوء لا يستطيع الهروب منه، هي لدرجه انها بتجذب الضوء. يعني انت عندك الثقب الاسود ده في كميه ضوء مهوله، ليه؟ لانه عنده قوه جذب عاليه جدا. ماشي. بيقول لي في صناعه اللبن الزبادي، يعني في صناعه الزبادي هيتحول سكر ايه الى حمض ايه بواسطه نوع من البكتيريا. طيب انا عندي الزبادي دوت بنعمله ازاي؟ قال لي باخد سكر اللاكتوز بتاعي وعن طريق البكتيريا بتاعتي بيتحول لحمض اللاكتيك. طب هو انا ليه بحوله لحمض اللاكتيك؟ علشان يبقى طعمه لاذع شويه. لاذع شويه. هو حمض اللاكتيك ده اللي بيدي ايه؟ لسعه او الايه؟ لاذع كده، طعم لاذع. جميل. طيب هنا بتقول لي تقاس الوحده بوحده الايه؟ الكيلو جرام، الكتله بوحده الكيلو جرام. انما الوزن، انا عندي الوزن هو قوه جذب الايه؟ الارض للاشياء، فهو مستحيل يبقى بالكيلو جرام او بالكيلو او اي حاجه، هو بوحده النيوتن. ايه ده يا ميس؟ ده انا لما بروح اوزن نفسي في الصيدليه بتقولي ده انت وزنك 50 كيلو. ما ده غلط، انت وزنك بالنيوتن، هي كده بتقول لك الكتله. انا عندي الوزن بوحده النيوتن. ركز جدا عشان لو جالك مساله فيها وزن، اللي هي مثلا وزنك على الارض مع وزنك على القمر، بكتب الوزن بالنيوتن والكتله بالكيلو جرام. طيب عندي مين هو الكوكب الازرق الجميل الامور بتاعنا؟ هو كوكب نبتون، بينما يعرف بالازرق المخضر اورانوس. والاحمر المريخ. تمام. ماشي. نخش على ماشي. ماء البحر من المخاليط المتجانسة. يعني ايه مخلوط متجانس؟ يعني انا مش بقدر اميز مكوناته بعناية المجردة، لازم احطه تحت ميكروسكوب علشان اعرف المكونات بتاعتي ايه. طيب هل عندك مية البحر؟ انت لما بتنزل البحر بتشوف الملح هناك لوحده وهنا المية لوحدها وبتقدر تميز؟ لا. لو خدت شوية مية من البحر هل هتعرف تشوف الملح من المية؟ مستحيل. لذلك هو من المخاليط المتجانسة، لأن لا يمكن رؤية مكوناته بالعين المجردة. طيب هنا بيقول لي كتلة الذرة موجودة في النواة. هقول لك لكتلة الذرة موجودة في النواة. أنا دلوقتي عندي هو هنا كده في الإيه؟ البروتونات والنيترونات. عندي البروتونات، استنى، عندي البروتونات والنيترونات،
وحواليها الكترونات سالبه الشحنه. جميل. انا عندي الالكترونات ديت هي ضئيله جدا 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 جدا، قد تكاد معدومه. يبقى انا عندي الالكترونات بره النواه اصلا الكتله صغيره جدا 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 ومش موجوده. فطبيعي جوه انهي اكتر مكان فيه كتله؟ اللي فيه البروتونات والنيترونات. تمام. يبقى لان كتله الالكترونات صغيره جدا بالنسبه لكتله البروتونات والنيترونات. جميل. بيقول لي يعتبر النيكل من المواد المغناطيسيه. يعني ايه مواد مغناطيسيه ويعني ايه مواد غير مغناطيسيه؟ المواد المغناطيسيه ديت هي اللي بتقدر تنجذب للمغناطيس. تمام. اغلبها يعني الفلزات والمعادن. طيب الغير مغناطيسيه هي ما بتقدرش تنجذب للمغناطيس. فهنا قال لي النيكل مواد مغناطيسيه لانه ينجذب للمغناطيس. محتاج فزلكه؟ لا. تمام. بيقول لي يتميز جبن الريكفورد، يعني جبنه الريكفورد بلون اخضر وطعم مميز. ليه؟ انا قلت لك جبنه الريكفورد فيها فطر الايه؟ البنسليوم. فطر الايه؟ البنسليوم اللي احنا استخرجناه وعملنا منه علاج البنسلين. ماشي. بيقول لي تتنافر، يعني بص بسم الله الرحمن الرحيم، تتنافر. قال لي ايه تتنافر؟ يعني ايه؟ شحنتين زي بعض. زي ايه؟ بعض. ما هو قال لي تتنافر يعني مثلا موجب وموجب او سالب وسالب. انا بترجم كل كلمه عينيا بتشوفها، لاني لازم كل سؤال يبقى ليه مفتاح حل، عشان هو من غير ما اوصل لمفتاح الحل مش هقدر اجيب الاجابه. غير كده هقعد زي النحله الف على الاجابه، فده ما ينفعش. تتنافر قطعتين من الايه؟ الحرير. حلو. بعد ذلك كل منهما بقطعه من القطن على حده. ليه بقى؟ لان قطعتين الحرير تشحن بشحنه موجبه، لان قطعتين الحرير بتشحنوا بشحنه موجبه، عشان كده بيحصل ايه؟ تنافر. يعني انا عندي حته حرير شحنتها موجبه وحته حرير شحنتها موجبه، حصل بينهم ايه؟ تنافر، لان الشحنات المتشابهه تتنافر والمختلفه تتجاذب. ماشي. يصنف عيش الغراب من حقيقيات النواه. يعني ايه حقيقيات النواه؟ او ايه اللي بيميز حقيقيات النواه؟ بيبقى عندها نواه حقيقيه. تمام. ماشي. وبيبقى عندها جدار خلوي. تمام. طيب استنى، هو في حاجه غلط في الحته دي. جميل قوي. ماشي. انما اوليه النواه هي بتفتقد اوليه النواه، ما عندهاش جدار خلوي. فبالتالي اللي بيحصل انا عندي الجدار الخلوي ده اللي بيفصل مكونات النواه بتاعتي عن السيتوبلازم. فلما يفصل لي مكونات عن السيتوبلازم الماده الوراثيه بتاعتي هتبقى فين؟ جوه النواه. انما لو هو مش عندي، الماده الوراثيه بتاعتي هتبقى تسبح في السيتوبلازم، وده اللي بيحصل في اوليه النواه او بدائيات النواه. يبقى عيش الغراب من حقيقيات النواه. ليه؟ لان مادته الوراثيه محاطه بغشاء نووي، يعني مادته الوراثيه ليس تسبح في السيتوبلازم، على عكس اوليات النواه او بدائيات النواه. هتلاقي الماده الوراثيه بتاعتها بتعوم كده في السيتوبلازم لعدم وجود الجدار الخلوي. ماشي. يعتبر البروتيوم والديتريوم، ما تتريقوش، عرفنا ان الميس عندها تلعثم، خلاص مش لازم مش لازم يعني. تمام. نظائر لعنصر واحد. ليه؟ لان ليهم نفس العدد الذري، ولكن مختلفين في ايه؟ في العدد الكتلي. حلو. طيب انت عارف العدد الذري دوت هو زي بصمة الإنسان، يعني هو عنصر هو ليه عدده الذري محدد. هو أنا دلوقتي
هيعرفوا منين ان انا ميس سميه؟ من البصمه بتاعتي. هيعرفوا منين اللي هو انت جنى ولا انت احمد ولا ايه؟ من البصمه بتاعتك، من البصمات بتاعتك. لذلك كل عنصر هو ليه عدده الذري. يعني لو انا عندك مثلا دي كلها نظائر الايه؟ الهيدروجين. حلوه قوي، هي كلها ليها عدد ذري ايه؟ واحد، ولكن بتختلف في العدد الكتلي. علشان ليها عدد ذري واحد انا قلت ان هم نظائر نفس العنصر. انما لو كانوا بيختلفوا في العدد الذري بتاعي، يعني بصمتهم مختلفه، عمرهم ما كانوا هيبقوا نظائر، كده هيبقى عنصر تاني خالص. ولذلك هو حتى في العناصر كل واحد ليه بصمه مميزه ومختلفه عن غيره. فلذلك خليك انت كمان زي العناصر، خليك يبقى ليك بصمه مميزه. اوعى تحاول تبقى زي حد، اوعى تحاول تقول ده فلان مش عارفه عمل ايه، ده فلان مش عارفه وصل لايه. انت مميز، ربنا خلق كل واحد ليه ميزه معينه، ليه بصمه معينه، هو هيعمل بصمه معينه في الحياه. هو ربنا خلقه عشان يعمل هدف معين. هو ربنا خلقنا كلنا يبقى لينا نفس الاهداف، وارزاقنا زي بعض، وكل حظوظنا من حظ بعض. هل الدنيا تمشي بالنظام اللي احنا فيه ده كله؟ مستحيل 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 مستحيل. ربنا مدي كل واحد ال 24 قراب بتوعه. فلذلك خليك زي العناصر وليك بصمه مميزه. خليك مميز بنفسك، مش مميز بحد تاني ولا تبص لحد تاني هو ده عمل ايه. اصل انا صاحبي مش عارفه ماله، اصل انا صاحبي اشطر مني، اصل انا صاحبي خلص الماده 10 مرات، اصل انا صاحبتي دي احلى مني، اصل انا مش عارفه ده معاه موبايل احسن مني، اصل انا مش عارفه ده كلامه احسن مني، اصل دي شكلها احلى مني. ربنا خلق كل حاجه مميزه، فحاول تستغل الحته الحلوه اللي جواك وتطلعها وتبرزها وتنميها علشان فعلا تبقى مميز. كلنا جوانا حاجه جوه مميزانا، بس مش كلنا قدرنا نوصل لها. لو كلنا قدرنا نوصل لها بسهوله، عمره ما كان هيبقى فيه اهداف، وعمره ما كان هيبقى فيه سعي، وعمره ما كان هيبقى فيه اجتهاد، وعمره ما كان هتدوق طعم النجاح نهائي. فحاول تدور على الحته المميزه اللي فيك، واعمي نفسك عن اللي حواليك. طول ما انت عامي نفسك عن كل الناس اللي حواليك، فتاكد ان انت ناجح. حتى لو ده بينتقد، وده بيغلط فيك، وده بيحقد عليك، وده احمي نفسك عن كل الناس. دي اول خطوه في النجاح مبدئيا، لان زي ما قلت لك كل واحد ليه بصمه مميزه في حياته وفي حياه اللي حواليه. ربنا ما خلقناش عبثا ابدا. يلا نكمل، يلا. خليك فاكر، خليك يبقى ليك بصمه مميزه زي ميس سمية كده. ده مش تكبر، ده غرور. ماشي. يلا. انا قلت ليه بيحصل تتابع الليل والنهار؟ بسبب دوران الارض حول محورها. انما مثلا لو قال لي تعاقب فصول السنه، لو قال لي السنه 365 يوم وربع، هقول ان الارض بتدور حول الشمس خلال 365 يوم وربع، دوره الارض حول الشمس. طيب هنا بيقول لي الكلور من الليل للزيت. طب ليه؟ طب تعالى نوزع كده الكلور يا باشا. هو قال لي كلور ايه؟ 17. بنوزع ازاي؟ يلا يا باشا اكتب السي ال بتاعتي وادي ال 17. تمام؟ بلاش عقد خالص، ما تحاولش تعقد نفسك ويلا نرسم ذره ومش عارفه جواها ايه. اعمل كده. هنا اهو عندي الكي، تمام، 2. انا عندي اول مستوى بس هو اللي بيتملي ب2، باقي المستويات بتاعتي بتتشبع ب8 الكترونات. جميل. كي ال، تمام، عندي 2 8 كده، معايا كام؟ 10. هو قال لي ايه؟ 7. هحط هنا 1 كي ال ام. تمام؟ عيب عليكم، انا حافظه الانجليزي ايه؟ موت. تمام. فانا دلوقتي واحد ايه يا ولاد؟ واحد ايه؟ فوقوا كده، فوقوا. 7. تمام، يبقى 2 8 10، 10 و7 ال 17 بتوعي. طيب هو انا قلت لو انا عندي في المستوى الاخير عنده اكتر من 4، هو هنا عنده ايه؟ اكتر من 4. طيب هيميل للفقد ولا الاكتساب علشان يبقى اقرب عنصر خامل او اقرب لغاز خامل؟ هنا هيميل للاكتساب. حلو قوي. ماشي، يعني هيبقى ايون ايه لسين وسين؟ هيبقى ايون سالب، هيبقى ايون سالب. طيب هو مين اللي بيميل للفقد ومين اللي بيميل للاكتساب؟ انا عندي هنا
الفقد، ماشي، وعندي هنا الاكتساب. حلو. مين العناصر اللي بتميل للفقد بتاعي؟ عندنا الايه؟ الفلزات بتفقد، تمام. عندنا الاكتساب اللا فلزات، حلوة قوي، علشان توصل لأقرب عنصر خامل. حلو. هنا ال7 فاضل لها قد ايه عشان توصل لل8؟ فاضل لها 1. هتقوم مكتسبة ايه؟ 1. هتكتسب ايه؟ 1. فهتبقى ايون سالب، هتبقى ايون سالب، تمام. لذلك هو من اللا فلزات. ليه؟ لأن يحتوي على 7 إلكترونات في مستوى الطاقة الأخير، لأنه يحتوي على 7 إلكترونات في مستوى الطاقة الأخير. خلونا نكتب بالأسود عشان حاسة أزرق مع أزرق مش ألطف حاجة. تمام. عرفنا كده ليه هو ليه من اللافلزات. طيب إنما لو هنا مثلا كان عنده كام؟ كان عنده 1 في المستوى الأخير، كان هيبقى فلز ولا لا فلز؟ كان هيبقى فلز. ليه؟ لأنه هيميل للفقد، هيميل للفقد. جميل. بيقول لي يطفو الخشب فوق سطح الماء. انا عندي حاجه بتطفو فوق سطح الماء، هل كثافتها قليله ولا كثافتها كبيره؟ كثافتها كده اقل من كثافه الماء، لذلك هي ايه؟ بتطفو. انما لو قال لي تغوص كثافتها اعلى من كثافه الميه. يلا نكمل السؤال اهو. بينما يغوص الحديد لان كثافه الخشب اقل من كثافه الميه، وكثافه الحديد اكبر من كثافه الميه. طيب انا عندي كثافه الميه بتساوي ايه يا ميس؟ بتساوي ايه؟ 1. بتساوي ايه؟ 1. طيب ليه عندي كل الاجسام بتقع للارض؟ يعني انا ليه مش بطير؟ يعني انا كده واقفه على الارض، ليه ما بطيرش؟ هو انت ليه ما بتطيرش؟ قوم طير، يلا هات لك جناح، قوم طير. ليه بقى احنا مش بنطير وكل حاجه ثابته في مكانها، واي حاجه بنرميها بتنزل للارض مش بتطلع لفوق؟ بسبب قوه الجاذبيه الارضيه. تمام. بيقول لي اليوجلينا وحيده الخليه. ليه وحيده الخليه؟ من اسمها، لا احتوائها على ايه؟ خليه واحده بتقوم بجميع العمليات الحيويه، بتقوم بجميع العمليات الحيويه. بيقول لي قوه التصادم قوه تلامس، بينما قوه الجاذبيه الارضيه قوه مجال. طب ليه؟ لان انا عندي قوه التصادم علشان الجسمين يتاثروا هما لازم يعملوا ايه؟ لازم يلمسوا بعض، لازم يلمسوا بعض. لكن وانا برمي القلم على الارض، وانا واقفه على الارض، وانا برمي اي حاجه على الارض، هو انا لازم انزل واحط القلم على الارض والمس الارض؟ لا. لذلك دي قوه مجال، لذلك دي قوه مجال. هيقول لي لان قوه التصادم تؤثر على الاجسام عند تلامسها، بينما الجاذبيه تؤثر على ايه؟ الاجسام الموجوده في مجالها عن بعد. كلمه عن بعد. تمام. بيقول لي المثال مركب عضوي. انا قلت لك اعرف منين ان المركب ده عندي مركب عضوي؟ لما يكون بيحتوي بشكل اساسي على الكربون، على الكربون. طيب والكربون دوت يبقى حواليه ايه؟ هيدروجين. يبقى حواليه ايه؟ هيدروجين. البناء الضوئي الاصطناعي قال لي صناعي وليس طبيعي، دور هام في حمايه البيئه. انا اصلا ليه بعمل عمليه بناء ضوئي صناعيه؟ ليه؟ فراغ مني، انا فاضي فقلت اعمل بناء ضوئي صناعي؟ لا طبعا. ليه؟ علشان ينتج عنه وقود صديق للايه؟ للبيئه. ينتج عنه وقود صديق للايه؟ للبيئه، للحد من الاحتباس الحراري، علشان اقلل من الاحتباس الحراري. انا لما يبقى عندي كل النباتات او كل النباتات بتعمل بناء ضوئي طبيعي، هو مش بينتج عنها ثاني اكسيد لا، بينتج عنها ايوه ثاني اكسيد الكربون يا ولاد، بينتج عنها ثاني اكسيد الكربون. فده لما بيحصل لي ايه؟ بيحصل لي اختناق في الجو، بيحصل لي اختناق في الجو، فعندي ظاهره الاحتباس الحراري بتاعتي بتبقى عاليه جدا. طب هو ايه اللي هيحصل يا ميس لما يبقى عندي ظاهره الاحتباس الحراري؟ عندك اول حاجه كده اي غابات اي اشجار هتولع، بس هتمشي كده مولع في الشارع. تمام؟ دي ظاهره الاحتباس الحراري. تعدد محاولات العلماء لتصنيف العناصر. ليه العلماء عملوا لنا كذا جدول؟ يعني عندك موزلي ومندليف ومش عارفه مين ومين ومين ومين. فاضيين؟ فاضيين. انا بقول لك هم فاضيين، انت هتقولي لا وتقاوح معايا، هم فاضيين. طب هم ليه عملوا كده؟ وليه كان عندهم الفراغ ده كله؟ ليه؟ لتسهيل الدراسه، لتسهيل الدراسه. ويا ريتها سهله، ادينا طالع عينينا، احنا طالع عينينا وانتوا طالع عينيكم والدنيا دي كلها طالع عينيها. ليه؟ تسهيل والله يا ريتكم ما كنتوا عملتوا ولا سهلتوا دراسه. لو كانوا فضلوا في حالهم
كنا ارتحنا من كل اللي احنا فيه ده. تمام؟ لتسهيل الدراسه واستنباط العلاقات بين العناصر وخواصها الفيزيائيه والكيميائيه. طيب بيقول لي لمس القرص المعدني، لما المس قرص معدني للكشاف الكهربي باليد قبل استخدامه، انا بعمل كده ليه؟ للتاكد من خلو اي شحنه كهربيه، يعني بتاكد يعني ان هو مش ملمس. تمام؟ بيقول لي لما احط معلقه سكر على محلول ملح حلو المستخدم عند صناعه ايه؟ الزيتون المخلل. يا سلام بقى، حبه زيتون مخلل كده اخضر مع حتتين جبنه رومي واديله ادي. تمام؟ وتسيح بقى الجبنه الرومي كده في الميكرويف. يا لهوي على الجمال خطير. احنا مالنا يستخدموا سكر ولا ملح، المهم ان احنا ناكل كده. ليه بقى؟ ليه انا بحط سكر على المحلول الملح بتاعي؟ علشان ما يبقاش مر، لاني اصلا الزيتون بطبيعته فيه مراره عاليه جدا، فلما احط مر على ملح يا لهوي على القرف، مش هناكل في السمكنا السود. فهو بيديله ايه؟ بيحليه شويه لتقليل المراره وتحسين الطعم. بيقول لي وجود خلايا حارسه تحيط بالصغور. ليه انا عندي الصغور؟ طب هي الصغور دي موجوده فين يا ميس؟ موجوده على اوراق النبات من الخارج. تمام؟ يعني انت هات اي ورقه او روح عند اي شجره هتلاقيها مخرمه كده منقطه. طيب هي الصغور دي بتعمل ايه؟ بيخرج من خلالها الميه وبيدخل من خلالها الهواء والحاجات دي، بتتنفس من ايه؟ من خلالها. النبات بيتنفس من خلال الصغور. وعندك كده لما الجو يبقى شتاء قوي بتحس ان الدنيا منديه، اسمه الندى، ده بيطلع من خلال الايه؟ الصغور بتاعه الاشجار بتاعتي. تمام؟ وطبعا مع السحب وكده فبيبقى الجو تحفه، تقعد تعمل انت زي لعبه ها كده، صح؟ طيب ليه بقى عندي خلايا حارسه؟ هي مش لازم يبقى عندي حاجات تتحكم في دخول وخروج المواد من الصغور والى الصغور، ولا هي سايبه كده سداح مداح؟ لا طبعا مش سايبه، هي لازم تتحكم في دخول وخروج الايه؟ المواد، او فتح وغلق الصخور. تمام؟ بواب بالظبط كده، زي كده كل شويه جرس تين 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 يرن عندكم في البيت، تقول لهم ليه وانا شغال بواب؟ هي كده. قلت لك تعاقب فصول السنه الاربعه، دوران الارض حول الشمس، انما ليل ونهار دوران الارض حول محورها. يمكن ان تختلف نوع الشحنه التي يكتسبها الجسم المدلوك. طبيعي جدا. ليه؟ لان الشحنه تتوقف على نوع الماده الدالة، نوع الماده اللي انا بدلك بيها، وترتيبها في السلسله الكهروستاتيكيه. تمام؟ طبعا احنا قلنا ايه السلسله الكهروستاتيكيه وبتاثر ازاي في فيديو الشرح، مش عايزه اطول عليك. تمام؟ ارجع اي حاجه مش فاهمها فيديو الشرح او خش ابعت لي مسج على الفيسبوك، هجاوبك على كل حاجه. يعني لو عايز تخليني اشرح لك المنهج من اوله لاخره هجاوبك، ما تقلقش. تمام؟ وانا اللي برد بنفسي على الفيسبوك، الواتساب مش انا اللي برد. تمام؟ عشان الناس اللي فاكره ان انا بتنك وان انا بتقل على الواتساب واقول له تواصل على الفيسبوك، لا والله العظيم ما انا بكلمك على الفيسبوك عادي يعني. تمام؟ يمكن استخدام الخلايا الجذعيه في زياده فهم كيفيه حدوث المرض. ليه؟ لان انا قلت لك ان الخلايا الجذعيه ديت بتقدر انها تتميز الخلايا. يمكن فهم امتى تتحول الى خلايا سليمه او مريضه، يعني انا من خلالها بعرف هل الخليه بتاعتي دي سليمه ولا هي تتحول لخليه مثلا مسرطنه ومريضه بعد الشر. يبقى انا عندي الخلايا الجذعيه هي مايز. جميل. بيقول لي نبات البسله من الكائنات ذاتيه التغذيه. اي نبات اصلا ذات التغذيه. طب ليه ذات التغذيه؟ علشان هو بيعمل عمليه البناء الضوئي، هو مش معتمد على حد في الغذاء. تمام؟ ماشي. ظهور القمر ناقص وحدوث الخسوف الجزئي. ليه؟ لما بيقع في حته ظل الارض، لما يبقى القمر في ظل الارض بشوفه مش كامل. ماشي. يسهل تقليب الماء عن تقليب العسل. طيب هو انا عندي الميه اللزوجه بتاعتها عاليه ولا قليله؟ هل الميه لزجه كده بتلزق؟ لا. طب العسل لزوجته عاليه، وكل لما العسل يبقى اصلي وانضف بتحس ان هو اتقل بكتير. طيب هات كده برطمان عسل وبتاعت ميه وجرب تقلب، هتلاقي المعلقه بتمشي بتقل كده جدا 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 في ايدك، وايديك اصلا وقفت. تمام؟ يبقى ليه؟ لان لزوجه العسل اكبر من لزوجه الميه. ماشي. بيقول لي يتدلى من سيارات نقل الوقود سلاسل معدنيه لملامسه الارض. مش انا قلت لك ان انا عندي الشحنات الكبيره اللي هي العربيات الكبيره، يعني
هتلاقي منها سلاسل نازله بتلمس الارض. ليه؟ علشان تفرغ الشحنه. طب هو لو مفيش كده ايه اللي هيحصل؟ هتولع. هتولع. يتساوى العدد الذري مع العدد الكتلي للبروتيوم. ليه؟ لعدم وجود نيترونات. يلجأ المزارعون بعد حصد النبات البقولية إلى ترك جذورها في النبات. هو أنا ليه بعد ما باخد المحصول بتاعي بسيب الجذور بتاعتي في النبات؟ علشان بتتحلل في التربة وترجع تعمل لي إيه؟ عناصر مفيدة للتربة وعناصر مغذية للتربة، وبترجع عناصر مهمة جدا ومعادن للتربة. حلو قوي. حتى تتحلل الجذور بواسطة الإيه؟ البكتيريا التحلل. ماشي. إلى مركبات نيتروجين قابلة للذوبان في المية، مما يزيد من خصوبة التربة. يعني ما ينفعش ابقى زي العبيط واشيل الجذر هو كمان من التربة، هسيبه في التربة. كل ما اسيب الجذر في التربة ويتحلل ويديني المعادن بتاعتي والنيتروجين بتاعي ويرجع تاني في عملية اسمها عملية تحلل التربة، بيرجع عناصر مفيدة تاني للتربة، فالتربة بتبدأ انها تزيد ايه؟ خصوبة. جميل. يرى المراقب على سطح الأرض وجه واحد للقمر. ليه؟ لأن دوران القمر حول الأرض نفس زمن دورته حول المحور. ماشي. لا تتصادم الكواكب مع بعضها أثناء الدوران. أنا قلت لك أي حاجة مش بتتصادم، أي حاجة بتسير في مسارات محددة. هقول ليه؟ لأنها تدور في مدارات بيضاوية مختلفة البعد عن الشمس وبسبب وجود الجاذبية. ليه مفيش وزن في الفضاء الخارجي؟ ليه بشوف رواد الفضاء اي صوره بشوفهم ليها، اي فيديوهات بشوفهم ليها بلاقيهم طايرين؟ ليه؟ لعدم وجود الجاذبيه. بيقول لي فكر الخميره من حقيقي النواه. انا قلت لك لما يقول لي حاجه حقيقيه النواه هقول لانه عنده نواه حقيقيه، ولان يوجد بها ايه؟ بغشاء نووي يفصل الماده الوراثيه عن السيتوبلازم. جميل. يسير الدم في الجهاز الدوري في الانسان في دوره مغلقة. ليه؟ لأنه ينقل أكسجين وغذاء من القلب إلى جميع أجزاء الجسم ثم يعود مرة أخرى للقلب. جميل. بصوا، هي الأسئلة ديت مش من الفضاء، الأسئلة ديت هتلاقيها عندك في كتاب الامتحان، بس أنا وكتب التقييمات أساسا برضو في منها هنا من كتب التقييمات، وعندك المراجعة كان في أسئلة من التقييمات. فلو انت عايز تشوف الحصه ديت هي دي اصلا موجوده عندك في النماذج اللي مش متجاوبه في كتاب الامتحان. فانت لو عايز تحل تاني بعد الحصه دي سايبه لك النماذج الاولانيه اللي متجاوبه انت تحلها عشان تعرف ترجع تاني للاجابه الصح. واي حد يقف قدامه سؤال يقف حاجه مش فاهمها، انا كده معاكم وسهرانه معاكم لحد ما تخشوا لجنه الامتحان. تمام؟ اي سؤال اي حاجه ابعتوا لي على الفيسبوك، وهطلع كمان لايف على الفيسبوك باذن الله بقدر الامكان ليله الامتحان ونجاوب على كل الاسئله ونهزر ونلعب شويه كده ونفك جو توتر الامتحان ده. تمام. هنا بيقول لي تحدث ظاهره المد والجزر مره واحده يوميا. لا طبعا مستحيل تحصل يوميا. تمام؟ هي اصلا بتحصل مره واحده ولا مرتين؟ امتى؟ عند ظهور القمر واختفائه. في حاجه غلط. يبقى انا اساسا عندي ظاهره المد والجزر بتحصل امتى؟ مرتين، عند ظهور القمر واختفائه. جميل قوي. يمر القمر خلال الشهر العربي عند دورته حول الارض ب8 اطوار. مظبوط. تتفق شحنه البروتون مع شحنه الالكترون في المقدار والنوع؟ لا طبعا، اصلا البروتون موجب والالكترون سالب. تمام. تتميز الخلايا البكتيريه بانها متخصصه؟ غلط. هي ايه اللي متخصصه؟ قلنا الخلايا الجذعيه. تعد خطوط القوى الكهربيه خطوط وهميه لا تتقاطع. مظبوط. مستحيل خطوط المجال تتقاطع مع بعضها. تمام. يحدث المد والجزر مره كل 24 ساعه. قلنا مرتين بقى، ما تعرفوناش. صح كده؟ ماشي. بيقول لي ما عدد النيوكلونات لعنصر تتوزع الكترونات ذرته في 3 مستويات طاقه، يعني 1 2 3 2 8. تمام؟ وهنا ايه؟ وتحتوي نواته على 14 نيوترون. هو قال لي ان ما عدد النيوكلونات لعنصر تتوزع الكترونات ذرته في 3 مستويات.
طاقته ويدور في مستوى الطاقة الخارجي لذرته 3 إلكترونات. يعني هنا نكتب إيه؟ 3 2 و8 10 و3 13 يعني عدد الذري 13. حلو قوي. وتحتوي نواته على 14 نيترون. هو عايز النيكلونات، يبقى كده عنده كام نيكلون؟ عنده 27 نيكلون. عنده 27 نيكلون. ما العدد الذري لعنصر من الغازات الخاملة في الدورة الأولى؟ أنا قلت لك عندي إيه في عنصر الغاز الخامل في الدورة الأولى؟ هو عندي الهيليوم. الإيه؟ الهيليوم. وهو كام عدده الذري؟ 2. عدده الذري 2. هيليوم HE. تمام؟ الهيدروجين H. اوجد كتلة جسم وزنه عند سطح الأرض 50 إيه؟ نيوتن. 50 إيه؟ نيوتن. علما بأن الجاذبية الأرضية 10، هقسم ال 50 على ال 10 هيطلع لي ال 10 كيلو جرام. الكتلة بالكيلو جرام. الكتلة بالكيلو جرام. صنف الكائن الحي التالي من حيث عدد الخلايا إلى وحيد الخلية. أما عدد الخلايا، الأسد هو وحيد الخلية اللي عنده خلايا كتير. عنده خلايا كتير يبقى عديد الخلايا. تقع الغازات النبيلة ضمن المجموعة B. ضمن المجموعة B من جزيئات العناصر عديدة الذرات. عديد الذرات. عندي كربون؟ لا، هو C. عندي أكسجين؟ لا برضه. عندي الأوزون O3. عندي الحديد Fe. مين اللي عديد الذرات؟ الأوزون. الأوزون عنده 3 ذرات أكسجين. 3 ذرات أكسجين. إذا كان المستوى الطاقة الأخير لذرة عنصر من الهالوجينات يعني في ال7E، حلو، يعني المستوى الأخير بتاعه بيحتوي على 7 إلكترونات، هو المستوى ال، فأن عدده الذري بيبقى كام؟ أنا قال لي عندي المستوى ال، أنا عندي كي ال. استنى يا واد، شكلها مش عاجبني، مش لطيف. كي والال، أنا قلت الكي بتشيل كام؟ بتشيل 2. طيب، وقلت الهالوجينات في مستوى الطاقة الأخير 7. طيب 2 و7 9. 2 و7 9، فكده عدد الذري كام؟ 9. طب يعني مش انت عرفتي منين؟ هو قال لي إذا كان مستوى الطاقة الأخير لذرة عنصر من الهالوجينات. أنا عارف إن الهالوجينات مستوى الطاقة الأخير فيه 7. تمام. وهو المستوى ال حدد هو المستوى ال. لو قال لي مثلا كان المستوى ام، تمام، كنت هخلي مثلا ده 8. كنت هخلي ده 8. استنى، كنت هخلي ال بتاعتي 8. تمام، وهنا 7، فكان هيبقى ال 17. تمام مثلا يعني. فقلنا نقرا السؤال كويس ونترجم كل كلمه فيها، نلاقي الدنيا بتاعتنا ايه؟ سهله. نمسح بس الايه العبث اللي احنا عاملينه ده. جميل قوي. نغير اللون. هو انا معاكم عشان اغير اللون اصلا. بيقول لي جسم وزنه 60 نيوتن على سطح الايه؟ القمر. فهنا بيقول لي كتلته على سطح الارض كام؟ انا قلت لك ان كتله الجسم على الارض هي 6 اضعاف ايه؟ كتلته على القمر. حلو قوي. يبقى انا هاخد الرقم بتاعي دوت ال60 هضربه في الايه؟ في ال6. هضربه في الايه؟ في ال6 هيبقى 360. 360. بيقول لي يستخدم جهاز في الاستدلال على الحالة الكهربية للجسم. ايه هو الجهاز اللي بعرف منه الحالة الكهربية؟ الالكتروسكوب. الالكتروسكوب. الفترة الزمنية بين طور البدر يعني القمر وهو بدر والمحاق كام يوم؟ 15 يوم، اللي هو نص الشهر. نص الشهر. تمام. هو البدر بيبقى امتى؟ في اليوم ال15، والمحاق بيبقى امتى؟ في اليوم ال30. بينهم كام؟ 15 يوم. العالم الذي وضع أول جدول دوري حقيقي لتصنيف العناصر مين؟ مندليف. عمك مندليف. الرمز الكيميائي للحديد Fe. عندما يتساوى العدد الذري للعنصر مع عدد الكتل فهذا يعني عدم وجود لمين؟ للنيترونات. من المخاليط الغير متجانسة. يعني ايه مخاليط غير متجانسة؟ بقدر اشوف المكونات بعينيا. طيب الحليب بشوف مكوناته بعينيا؟ لا. الزيت والميه؟ ايوه، لما بحط حبه زيت على الميه بلاقي ان الزيت بيطفو على سطح الميه فبقدر اميز. ميه الشرب؟ لا. المطهرات؟ لا. بتشوف انت مكونات الديتول عندك؟ لو بتشوفه يبقى انت خارق. تتفق نظائر العنصر الواحد في كل مما يلي ما عدا ايه؟ العدد الذري طبعا.
عدد البروتونات اكيد. عدد النيترونات لا، اللي هو العدد الكتلي مش بتتفق فيه. تمام. في جزيء الهيدروجين تساهم كل ذره بعدد كم الكترون. انا اصلا الهيدروجين عنده كم الكترون؟ عنده واحد. هيساهم بكم يعني؟ هيساهم باتنين؟ هيساهم بخمسه؟ ازاي؟ هو عنده واحد، يبقى هو ايه؟ واحد. بيقول لي الشكل المقابل يمثل جزء من الجدول الدوري، اي العبارات التاليه صحيحه؟ انا عندي ده ايه؟ 7. عنده ايه يعني؟ دي 7 ايه؟ الهالوجينات. عندي العنصر ايه عدده الذري؟ 16. العنصر بي يقع في الدوره الثالثه. العنصر سي عدده الذري اقل من العنصر بي. العنصر دي تكافؤه 0. العنصر دي تكافؤ بتاعه 0. ليه؟ علشان هو غاز خامل. عشان هو غاز ايه؟ خامل. ذرة العنصر تحتوي نواته على 12 جسيم متعادل الايه؟ الشحنة، ويدور في مستوى الطاقة الام. له عدد من الالكترونات مساوي لعدد الكترونات مستوى الطاقة ك. يبقى انا كده عندي مستوى الطاقة ام بيساوي عدد الطاقة ك. يكون عدد النيوترونات بتاعتي في النواة بتساوي كام؟ انا عندي ذرة فيها 12 جسيم متعادل الايه؟ الشحنة اللي هم النيوترونات بتاعتي، ويدور في مستوى الطاقة ام. حلو. له عدد من الالكترونات مساوي لعدد الالكترونات مستوى الطاقة ك. يعني 2 ك ال ام. يبقى هو 12. هو كام؟ 12 اللي هو ال 12 ايه بتوعي دول. يبقى عدده الذري 12. يبقى هو عنده كام نيوكلونات؟ عنده 24 نيوكلون. تمام. يبقى هو اساسا انتوا عارفين يعني ايه اصلا نيوكلونات؟ هي النيوكلونات ديت اللي هي البروتونات والنيوترونات اللي جوه النواه. فانا لما يبقى عندي الاثنين مع بعض هما زي بعض، ف 12 و12 ال 24 بتوعي. كل مما ياتي يعبر عن عنصر ورمزه الكيميائي الصحيح ما عدا ايه؟ بيقول لي النيتروجين ان ايه؟ هو لان ايه ده؟ نيتروجين ولا صوديوم؟ لا صوديوم، يبقى هي دي الاجابه. ماشي. ما الشكل التخطيطي يوضح مستوى الطاقه الخارجي لذره المغنيسيوم؟ تعالى كده نوزع المغنيسيوم بكام؟ ام جي 12. يبقى 2 8 2. مستوى الطاقه الخارجي في كام الكترون؟ 2. بص هنا كده 1 2 3 4 5 6. غلط. 1 2 3 4 غلط. 1 2 مظبوط. تمام. بيقول لي الوزن والكتلة من حيث القياس. أنا قلت الوزن نيوتن والكتلة الكيلو جرام. ماشي. ولو حاجة كتلتها صغننة تبقى بالجرام زي الذهب مثلا. طيب الخلية النباتية والحيوانية من حيث وجود بلاستيدات خضراء. سؤال، هل أنت بتعمل بناء ضوئي؟ هل أنت بتقف في الشمس بتعمل بناء ضوئي؟ لا. هل أنت عندك بلاستيدات خضراء لونك مخضر بسبب وجود الكلوروفيل؟ لا. تمام. يبقى انا عندي الخليه النباتيه فيها كلوروفيل والحيوانيه لا يوجد. كوكب الزهره وكوكب زحل من حيث وجود القشره. عندي الزهره ملهوش قشره خارجيه، انما ايه ده؟ هنا قصده كوكب زحل. تمام. استنى، لا هنا في لخبطه. هنا قصده كوكب ايه؟ زحل. حلو قوي. ماشي. عندي كوكب الزهره ليه قشره. انا قلت لك 4 كواكب ليهم قشره اصلا. تمام. وعندي كوكب الزحل ملهوش قشره. عذرا جدا على اللخبطه. تمام. الجدول الدوري لمندليف. يبقى هو هيقارن بين مندليف ومين تاني؟ والجدول الدوري لموزلي من حيث الاساس العلمي. يعني مندليف عمل جدوله من حيث ايه وموزلي عمل الجدول من حيث ايه. مندليف رتب العناصر تصاعديا من حيث كتلها الذريه، وجه قال له موزلي انت عبيط، انا خدتها من اعدادها الذريه، واحنا حاليا بندرس بالاعداد الايه؟ الذريه، وما سمعناش كلام مندليف ده. تمام. بيقول لي قوة التلامس وقوة المجال من حيث كل منها. قال لي قوة التلامس هي قوة الاحتكاك. قوة الايه؟ يعني انا عشان عندي لازم يحصل قوة تلامس، انا لازم الجسمين يلمسوا بعض، فايه الناتج عن قوة التلامس بتاعتي؟ هيحصل ما بين الجسمين احتكاك. انما المجال قلت لك الجاذبية، انا مش بحتاج المس الارض علشان الجسم ينزل، فلذلك هو عنده مجال. انما قوة التلامس ملهاش ايه؟ مجال.
الكواكب الداخلية والخارجية من حيث الحجم. أنا عندي أول 4 كواكب هم الداخلية، هتلاقيهم صغنطتين كده محنتفين، حتى أصغر كوكب هو عطارد. طيب إنما عندي الكواكب الخارجية هي ضخمة. هي إيه؟ ضخمة. بيقول لي المجال الكهربي والمجال المغناطيسي. إيه هو المجال الكهربي؟ هو الحيز المحيط بالشحنة الكهربية التي تظهر فيه القوة الكهربية. أنا عندي أكبر مكان فيه قوة في مجال عندي في النص، على عكس المجال المغناطيسي قوة المجال بتبقى على الأطراف مؤثرة على أي شحنة كهربية. طيب المجال المغناطيسي هو الحيز بالمغناطيس أو بسلك يمر به تيار كهربي وتظهر فيه القوة المغناطيسية. قوة المغناطيس على الأطراف. ماشي. بيقول لي خسوف كلي وجزئي من حيث موقع القمر. يعني امتى بيحصل الكلي وامتى بيحصل الجزئي؟ اللي هي الحته بتاعت ظل الارض وشبه الظل. الخسوف الكلي لما بيقع في ظل الارض هو كله موجود في ظل الارض فبشوفه محاق، انما لما بشوف جزء منه بيقع في منطقه شبه الظل. عندي كائنات منتجه وكائنات مستهلكه. زي ايه المنتجه؟ زي النباتات. زي ايه المستهلكه؟ زي الانسان والحيوان. حلو قوي. الكائنات المنتجه هي كائنات تصنع غذائها بنفسها، معتمده على نفسها. زي النبات بيعمل بناء ضوئي، تعتمد على ضوء الشمس في عمليه البناء الضوئي. هي بدايه السلسله الغذائيه، زي النباتات الخضراء والطحال. حلو. الكائنات المستهلكه هي كائنات لا تصنع غذائها بنفسها. يعني انا مش بعمل بناء ضوئي، انا معتمد على غيري، انا معتمد على النبات، على الفرخه، على اللحمه كده. يعني انا معتمد على كائن غيري، انا كائن مستهلك. والفرخه واللحمه والحاجات دي كائنات مستهلكه، هي ما بتصنعش غذاء بنفسها، انت بتحط لها الاكل عشان تاكل. تمام. تعتمد في غذائها على كائنات او نباتات اخرى تاتي بعد الكائنات المنتجه في السلسله الغذائيه زي الانسان والحيوان. طيب بيقول لي عطارد والارض من حيث التركيب الغلاف الجوي. قال لي ان عطارد فيه هيدروجين وهيليوم، والارض نيتروجين واكسجين. الاكسجين دوت هو ايه؟ غاز الحياه بتاعنا. حلو قوي. بيقول لي سمكه البلطي حلو والضفدعه من حيث التنفس. يعني البلطي بيتنفس منين؟ من الخياشيم لانه سمكه. الضفدعه من الجلد والرئتين. البروتون والالكترون من حيث الشحنه. عندي البروتون موجب والالكترون سالب، النيترون هو ايه؟ متعادل. ماشي. جزيء الاكسجين والاوزون من حيث عدد الذرات. انا عندي الاكسجين لما باجي بكتبه كده، صح كده؟ ولسه كاتبالك غاز الاوزون اللي هو عديد الذرات كاتباهولك كده. يبقى انا عندي الاكسجين فيه كام ذره؟ 2. الاوزون فيه كام؟ 3. قوة المرونة وقوة الجاذبية من حيث نوع القوة. أنا عندي المرونة، قلت تلامس، قلت جاذبية، قلت مجال. تمام. شرايين وأوردة. تمام. أنا عندي الشرايين بتاعتي بتنقل إيه؟ غذاء وأكسجين. الأوردة بتطلع إيه؟ الفضلات وثاني أكسيد الكربون. الشرايين دي اللي جايه من القلب المحمله بالدم المؤكسج. تمام. انما الاورده ما فيهاش دم مؤكسج. تمام زي الفل. لما تطلع بقى ثانوي هتاخدها بالتفصيل ويقرفوك ومش عارفه ايه ويلا نسحب دم يا لهوي كده. يعني طب نعمه والله يا ابني مش حاسس بيها. بيقول لي عنصر الليثيوم Li 3 والكلور. طيب تعالى نرسمهم. انا معرفش، انا لازم ارسم. تمام. يبقى انا عندي Li 3. يلا نوزع. 2 1 عنده كم مستوى؟ عنده مستويين. حلو. عندي كلور Cl 17. طيب 2 8 7 عنده كم مستوى؟ عنده 3. حلو. يبقى الليثيوم 2 والكلور 3. غاز الهيليوم والنيتروجين من حيث الاستخدام. انا عندي الهيليوم هو اللي بملى بيه الايه؟ المناطيد او الملاهي اللي انت بتلعب فيها بلالين عيد الميلاد عشان تطلع ايه؟
فوق، تمام. انما غاز النيتروجين بملى بيه اطارات السيارات اللي هو كاوتش العربيات يعني. طيب النيكل والالومنيوم من حيث الانجذاب للمغناطيس، النيكل مواد مغناطيسيه، الالومنيوم غير مغناطيسي، يبقى لا ينجذب. خليه من جلد فار، حلو، وبكتيريا محلله، جميل. من حيث الميتوكوندريا في كل منهم، انا عندي الفار عنده ميتوكوندريا، عنده مصدر للطاقه، تمام. انما خليه بكتيريا محلله هي ما عندهاش اصلا ميتوكوندريا، هي محتاجه الطاقه في ايه؟ هي بكتيريا محلله، تمام. عندي معجون الاسنان والليمون من حيث ورقه عباد الشمس او ورقه دوار الشمس. معجون الاسنان هو قلوي ولا حامضي؟ لا، معجون الاسنان هو ايه؟ قلوي. طيب القلوي بيعمل ايه؟ بيزرق ورقه عباد الشمس او دوار الشمس. انما الليمون عندي حامضي، هو بيحمر ورقه عباد الشمس. جميل. بيقول لي القوة الجاذبية وقوة المرونة من حيث القوة، لسه قايلينها. الجاذبية مجال والمرونة تلامس، ماشي. الأميبا والبراميسيوم من حيث الحركة، الأميبا بتتحرك بإيه والبراميسيوم بيتحرك بإيه؟ الأميبا أقدام كاذبة، أميبا أقدام كاذبة، براميسيوم أهداب، براميسيوم أهداب. كل الحاجات دي مهمة، مش شرط بس في قارئ، ممكن يجي لك في اختر، ممكن يجي لك في صح وغلط، الله أعلم، تمام. بيقول لي الزهرة وزحل من حيث الغلاف الجوي، قلت غلاف زهرة في ثاني أكسيد الكربون، زحل غلاف من غاز الهيدروجين والهيليوم، هيدروجين والهيليوم. طيب ايه هو الجهاز اللي بيحدد نوع الشحنة؟ قلنا الإلكتروسكوب. القوة التي تسحب أو تجذب جميع الأجسام لأسفل هي قوة الإيه؟ الجاذبية، قوة الإيه؟ الجاذبية. خاصية فيزيائية من خصائص الإيه؟ السوائل، تعبر عن مدى مقاومتها للتدفق وحركة الأجسام من خلالها. أنا قلت لك عندك زي المية وزي العسل، هي دي إيه؟ هل هنا بقلب أسرع وهنا بقلب أبطأ؟ ليه؟ بسبب اللزوجة، بسبب اللزوجة. يبقى هي مدى المقاومة بتعبر عن مدى مقاومة المادة، هي اللزوجة. جميل. عملية حيوية يتم فيها هدم يعني تكسير المواد الغذائية خاصة لجلوكوز وأكسجين، هي التنفس الخلوي اللي بيحصل في النبات، اللي هو بيحصل في التفاعلات اللا ضوئية، تمام؟ ماشي. اللي هو بيحصل في الستروما، اللي هو بيحصل في الستروما الضوئية في الجرانة، تمام؟ أبسط صورة نقية للمادة، يعني المادة نقية مش عليها أي حاجة ولا شوائب، هي صورة الإيه؟ العنصر، هي صورة العنصر. إنما لو قال بيتكون من مادتين أو أكثر من مادة هو مركب، تمام؟ هو لا يمكن تحليل ما هو أبسط منه، أو سواء بطرق فيزيائية أو كيميائية. إنما أنا بعرفها أبسط صورة نقية، حاجة نقية، عنصر. قال لي مادة مكونة من حاجتين أو أكتر، مركب. حلو. خلايا غير متميزة، لها القدرة على التحول والتمايز. ايه هي الخلايا الجوكر اللي عندي اللي في اي حتة في الجسم بحطها بتتحول لخلايا مميزة في مكانها؟ الجذعية، واللي بعرف منها اذا كان خلية هي ممرضة ولا خلية سليمة، خلايا الجذعية. حلو قوي. أداة قديمة استخدمناها لتحديد الاتجاهات الأصلية هي الإيه؟ البوصلة. طب وفكرة عمل البوصلة قايمة على إيه؟ على المغناطيس، على المغناطيس. قلت لك علبة البوصلة من البلاستيك والإيه؟ والمؤشر بتاعي من الإيه؟ المغناطيس. طب ليه عملت العلبة من البلاستيك أو مادة غير مغناطيسية؟ علشان المؤشر بتاعي ما ينحرفش، عشان المؤشر بتاعي ما ينحرفش. وطبعا عارفين ان المغناطيس لو هو قطب شمالي مغناطيسي يبقى انا قطب جنوبي ارضي، لو قطب جنوبي مغناطيسي انا قطب شمالي ارضي. حلو. انا تعبت قوي، تعبتوا؟ مش عارفه، لا انا تمام. حلو. نجم بتدور حوله 8 كواكب، هو مين؟ المجموعه الشمسيه، الشمس والله سحر. حلو. أداة يستخدمها خبراء الطب الشرعي، تمام، اللي هي بتاعت البصمات، اسمها الايه؟ الفرشة المغناطيسية. جميل. كوكب صخري له قشرة رقيقة جدا مليئة بالحفر الناتجة عن سقوط النيازك، هو مين؟ هو عطارد. هو ايه؟
عطارد، هو كله مخرم بسبب وجود النيازك. طيب جسيمات دون ذريه تنحرف جهه اللوح السالب، يعني هي كده ايه؟ موجبه الشحنه عند مرورها في مجال كهربي. هو ايه اللي موجب الشحنه؟ الكترونات ولا بروتونات؟ بروتونات. طب انت مثلا عرفتي منين انها موجبه الشحنه؟ قال لي تنحرف ناحيه السالب، يبقى هي ايه؟ موجبه. هي ايه؟ بروتونات. بروتونات. تمام. انما لو قال لي تنحرف ناحيه الموجب هقول الكترونات. الكترونات. المنطقه المحيطه بالمغناطيس، قلت المنطقه المحيطه بالمغناطيس هي ايه؟ المجال المغناطيسي، ويظهر فيها قوه التاثير المغناطيسي. اجسام لا تكون ظل عند وضعها في مسار الاشعه الضوئيه، هي الاجسام الايه؟ الشفافه. الاجسام الايه؟ الشفافه. اداه قديمه قلنا البوصله. طيب دوران الارض حول محورها دوره كامله، تعاقب الليل والنهار. تعاقب الليل والنهار. وقوع جزء من القمر في منطقه ظل الارض هو ايه؟ كسوف جزء. حلو. عدم حصول النبات على عناصر الكربون والهيدروجين والاكسجين لم يستطيع القيام بعمليه البناء الايه؟ الضوئي. لما هيتوقف الكليتين عن اداء الوظيفه ايه اللي هيحصل؟ هيحصل لي تراكم الفضلات بالجسم، هيعمل لي مرض فشل كلوي، لان انا عندي الكلى بتاعتي دي هي اللي بتطرد كل السموم والفضلات من جسمي، فدي لما تبطل او هتفشل ايه؟ الكلى عندي ايه؟ هتتدمر وهتصيب بمرض الفشل الكلوي. تمام؟ بعد الشر عننا وعنكم يا رب. بيقول لي تقريب ساق من الألمنيوم من بوصلة مستقرة لا يحدث شيء لأن الألمنيوم ليس من المواد المغناطيسية. تناول الإنسان غذاء ملوث، كلت أكل ملوث بميكروب أنتميبا هيستوليكا، إيه اللي هيحصل؟ الإصابة بمرض الدوستناريا. الإصابة بمرض الدوستناريا اللي هو بيصيب الأمعاء. اكتساب ذرة كلور إلكترون. أنا قلت لك إن الغلاف الأخير في الكلور عنده 7، فهيكتسب 1 عشان يوصل لأقرب غاز خامل. أثناء التفاعل الكيميائي هيتحول لإيه؟ أنايون. هيتحول لأنايون. ماشي. عشان اكتسب بإيه؟ فبقى إيه؟ أيون إيه؟ سالب في أنايون. إنما لما بيفقد بقول عليه كاتايون. جميل. وقوع الأرض بين الشمس، حطيت الأرض بين الشمس والقمر على استقامة واحدة، يبقى أنا عندي الشمس والأرض والقمر كلهم على خط واحد في منتصف الشهر العربي. إيه اللي بيحصل؟ خسوف للقمر. زيادة العدد الذري لعناصر المجموعة الواحدة من أعلى إلى أسفل. أنا في أي مجموعة العدد الذري بتاعي بيزيد من نوعنا إيه؟ من فوق لتحت، وبالتالي الحجم بتاعي بيزيد. بالنسبة لنصف القطر هيزداد. هو مش أنا عندي العدد الذري بتاعي كل ما بيزيد كل ما حجمي بيزيد كل ما النصف القطر بتاعي بيزيد؟ مظبوط. تمام. وقوة الجاذبية للنواة للإلكترونات بتقل. طب ليه بتقل؟ عشان هي بتبعد أكتر، هي قاعدة بتبعد، قوة الجذب بتقل. حلو أوي. فقد عنصر أهو فلزي إلكترون، أصبح إيه؟ أيون موجب كاتايون. تمام؟ لما هعلق مغناطيس حر في المنتصف ايه اللي هيحصل؟ يتخذ اتجاه ثابت. السؤال ده مهم جدا وجي لناس كتير قوي في امتحان الشهر. يتخذ اتجاه ثابت بحيث يشير طرفه الى الشمالي شمال جغرافي والطرف الجنوبي جنوب جغرافي للارض. يعني ايه؟ يعني شمال المغناطيس هو جنوب الارض وجنوب المغناطيس هو شمال الارض. عدم الاحتفاظ بالزبادي في الثلاجه. ايه اللي هيحصل لو سبت الزبادي بره؟ هيحصل ايه؟ عمل البكتيريا هيفضل شغال. انا اصلا انا عشان اعمل زبادي مش بعرضه لدرجه حراره عاليه. طب ليه؟ عشان البكتيريا تشتغل وتكون لي حمض اللاكتيك. طيب بوقف العمل ده بايه؟ او اثبته بايه؟ بحطه في الثلاجه عشان يسخن، عشان يسقع. فايه اللي هيحصل؟ هيتم تثبيط او هيتم وقف عمل ايه؟ تكوين حمض اللاكتيك. فمش هيبوظ. انما لو سبته بره هيفضل ايه؟ البكتيريا شغاله وتكون لي لاكتيك فتحس بطعم الحموضه. ومش انا قلت لك اللاكتيك ده بيدي لذعه او حموضه للزبادي؟ هو بقى حمضان خلاص الزبادي. تمام؟ عدم توافر فيتامين دي في دم جسم الانسان ايه اللي هيحصل؟ لم يتم ضبط مستويات الكالسيوم والفوسفور في الدم. تمام؟ يبقى انا عندي فيتامين دي مسؤول عن الكالسيوم والفوسفور. زيادة العدد الذري
العدد الذري بتاعي زاد. فعناصر الأقلاء قلت لك العدد الذري زاد، الحجم زاد، نصف القطر زاد. بالنسبة لنصف القطر الذري والنشاط الكيميائي هيزيد. هيزيد. شاطر شطور، شاطرة شطورة، مش عارفة، أمرة وأمورة، شاطرة وشطورة، صح كده؟ صح. ماشي. أنا بقى عايزة حد يغني لي شاطرة وشطورة وأمرة وأمورة. ماليش دعوة، غنوا لي شاطرة وشطورة وأمرة وأمورة في الكومنتات. صح؟ لو الفيديو عجبك أو ما عجبكش برضو تعمل سبسكرايب ولايك وكومنت لزوز. بلاش كومنتات سخيفة والنبي، أنا بحبكم أصلا. مش مستاهلة كومنتات. كومنت كده لزوز جميل كده وابعت لكم في قلوب. بقى يلا. تقريب قطب شمالي مغناطيسي. تمام. من قطب شمالي مغناطيسي آخر الأقطاب المتشابهة بتتنافر والمختلفة بتتجاذب، هيحصل تنافر. ماشي. عدم الاحتفاظ بالزبادي في الثلاجة لسه قايلينها. ماشي. يستمر نشاط بكتيريا اللبن، يستمر تكوين حمض اللاكتيك، ويصبح الزبادي لاذع. حلو. أو يفسد. جميل. لا حول ولا قوة إلا بالله. عدم الاحتفاظ بالزبادي في الثلاجة برضه يزيد إنتاج حمض اللاكتيك ويفسد الطعام. تمام. غياب الخلايا الحارسة عن الصخور. هو أنا قلت لك الخلايا الحارسة دي بتعمل إيه للصخور؟ مسؤولة عن فتح وغلق الصخور. هي دي لما هتغيب هلاقي حد بيتحكم، ولا هتبقى سداح مداح، اللي داخل واللي خارج واللي بيلعب واللي بيفقد وتاخد وتعمل وتدي. تبقى سداح مداح يا باشا. لم يتم التحكم في فتح وغلق الصخور. يعني أي حد عايز يخش هيخش، هتقول له يابا خش. مفيش خلايا حارسه. مفيش خلايا حارسه. زي كل شويه هو مفيش حد غيري هنا يفتح باب، هو انا البواب بتاعي. هو انت بقى لو مش موجود اي حد داخل خارج هيخش يا باشا. تمام. نمو فطر البنسليوم. تمام. نتام في مزرعه بكتيريه. ايه اللي هيحصل؟ الفطر يفرز ماده توقف نمو وتكاثر البكتيريا. بيقول لي ميل الطرف الشمالي لمحور الارض نحو الشمس بزاوية 23.5. ايه اللي هيبدأ معايا فصل الصيف. اول ما الطرف الشمالي بتاع الارض هيميل عند الشمس. يعني درجة الحرارة هتبقى عالية. هبدأ في فصل الصيف. مرور 21 يوم في الشهر العربي. بالنسبة لشكل القمر، الشهر العربي غير الشهر الميلادي. اللي هو يناير فبراير. الشهر العربي اللي هو بتاع السنة الهجرية هيبقى نصف وجه القمر مضيء. التربيع الأخير. تمام. قلت غياب الصخور عن الأوراق. لم يتم التخلص من الماء الزائد وغاز ثاني أكسيد الكربون. اشتعال شريط من المغنيسيوم. يعني أنا حطيت شريط مغنيسيوم في الهواء الطلق والأكسجين الجوي. إيه اللي هيحصل عندي؟ ناتج من تفاعل المغنيسيوم والأكسجين لما يتحدوا مع بعض هيعملوا لي مركب اسمه اسمه أكسيد المغنيسيوم، وهو مسحوق أبيض. تقريب المغناطيس من خليط برادة الذهب والصلب. إيه اللي هيحصل؟ أنا المغناطيس هينجذب للذهب ولا للحديد؟ مبدئيا كده لو أنت معاك ذهب وانجذب للمغناطيس فالذهب ده أصلا مش ذهب، الذهب ده مغشوش. فإيه اللي هيحصل؟ هينجذب الصلب للمغناطيس فينفصل الذهب عن الحديد. طاقة الإلكترون عند انتقاله من النقطة A للنقطة B في الشكل المقابل. مفيش شكل مقابل. معذرة معلش. ضغط الشغل والدنيا نسيوا الشكل المقابل في البيت، نسيت اجيبه وانا جاي. تمام. كبر دماغك من السؤال ده، هشوفه وانزله لكم. تسخين مركب اكسيد الزئبق الاحمر. قلت لك لما اسخن اكسيد زئبق ايه اللي هيحصل؟ ينحل الزئبق عن الاكسجين. ولو انا عايزه افصل بينهم اعمل اسخن. اسخن. حدوث تجاذب كهربي بين كاتايون وانايون. يعني ايون موجب وايون سالب حصل بينهم تجاذب، تنشأ رابطه ايونيه. ليه ايونيه؟ علشان ايون وايون. حلو. تقريب ساق ألمنيوم من بوصلة مستقرة لا يحدث شيء لأن الألمنيوم ليس مواد مغناطيسية متكرر. عملية البناء الضوئي بالمعادلة اللفظية. يعني إيه لفظية؟ يعني مش عايز رموز. تمام. ثاني أكسيد الكربون والمية. هحط ضوء مع الكلوروفيل هيطلع لي
الجلوكوز والاكسجين. الجلوكوز والاكسجين. مين محور الارض؟ طيب اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس على المناطق المختلفة، لذلك بلاقي هنا مناطق باردة مناطق حارة. ليه؟ لاختلاف من الايه؟ محور الأرض، ولذلك بيحصل عندي صيف شتاء خريف ربيع. جميل. إضافة فطر بنسليوم إلى قلت كانت للبكتيريا يا عم. وقوع القمر بالكامل في منطقة شبه الظل هيظهر قرص أحمر. يظهر قرص أحمر. صحح الإجابة أو استخرج الحاجة اللي مش صح. طيب أنا عندي فصل مغناطيسي حلو، وعندي ترشيح جميل، وعندي التحليل الكهربي حلو، وعندي التبخير. اللي مختلف دول كلهم إيه؟ طرق فصل فيزيائية ما عدا حاجة واحدة، التحليل الكهربي. التحليل الكهربي. طيب إيه هنا عندي اللي هيربطه بباقي الكلام ده؟ عندي طرق فصل المخاليط. أنا عشان أفصل المخاليط بستخدم فصل مغناطيسي، بستخدم ترشيح، بستخدم تبخير، ما بستخدمش التحليل الكهربي. طيب بكتيريا العقد الجذرية حلو، بكتيريا التحلل جميل، بكتيريا الزبادي حلو، بكتيريا السالمونيا. كل ده السالمونيا ديت هي ممرضة ولا مفيدة للإنسان؟ هي بتصيب بمرض للإنسان، إنما العقد الجذرية جميلة جدا للتربة. بكتيريا اللبن حلوه جدا للزبادي، انما عندي الايه السالمونيه بتاعتي ديت هي ايه؟ هي ممرضه. هي ممرضه. يبقى انا عندي كل دول بكتيريا نافعه وديت بكتيريا ممرضه. طيب قوة الجاذبيه جميل، والمغناطيس حلو، احتكاك تحفه، كهروستاتيكيه جميل جدا. طيب نلاحظ ايه؟ هنلاحظ ان كل القوة دي قوة اسمها مجال. قوة الايه؟ المجال. وقوة الاحتكاك دي هي قوة التلامس، يبقى هي اللي ايه؟ مختلفة، وكل ده قوة مجال. حلو. شهيق وزفير ماشي، حركة مدارية حلو، ثقوب سوداء حلو، مد وجزر. ايه اللي بقى جاب شهيق وزفير؟ كل دي حاجات معتمدة على الجاذبية، حاجات معتمدة على الجاذبية، انما الشهيق والزفير ملهوش علاقة اصلا بالجاذبية. حلو. ما المقصود؟ ايه هو الميكروب؟ هي كائنات حية دقيقة جدا لا ترى بالعين المجردة. جميل. ولا يمكن رؤيتها إلا باستخدام الايه؟ الميكروسكوب، ومنها النافع ومنها الضار. يعني أنا يا ميس عندي ميكروبات نافعة الترابط الأيوني قلت لك هي الرابطة الكيميائية التي بتنشأ عن انتقال إلكترون أو أكثر من ذرة إلى أخرى، فتكون أيونات موجبة وسالبة حيث يحصل بينهم تجاذب. يعني هي بتحصل بين أيون موجب وأيون سالب عن طريق الايه؟ الفقد. تمام؟ محور الأرض هو محور حقيقي ولا محور وهمي؟ هو محور وهمي، احنا عاملينه للدراسة. هو خط وهمي يمر بمركز الأرض ويصل بين القطب الشمالي والجنوبي، لأن هو محور الأرض كده. فهنا بيصل بين الشمالي والجنوبي، وتدور الأرض حوله، وتدور الأرض حوله. طيب القوة الكهربية خطوط هي برضو خطوط وهمية لا تتقاطع، هي خطوط وهمية تستخدم تمثيل المجال الكهربي، توضح اتجاهه وشدته ولا تتقاطع. حلو. العدد الذري هو ايه؟ العدد الذري هو عدد البروتونات، عدد الايه؟ البروتونات الموجوده في نواه ذره العنصر، ويساوي عدد الالكترونات في الذره الايه؟ المتعادله. حلو. كهرباء الساكنه هو تراكم الشحنات. تراكم الايه؟ الشحنات. انا قلت لك ان القلم ده ممكن يبقى عليه كهرباء ساكنه. هي الكهرباء الساكنه هي الكهرباء اللي بتمشي في السلك؟ لا، الكهرباء الساكنه دي تراكم الشحنات الكهربيه على سطح الاجسام دون انتقالها من جسم لاخر. الخلايا الجذعيه قلت لك هي خلايا غير متخصصه ولها القدره على التمايز، تمام، وعلى الانقسام لتكوين انواع مختلفه من خلايا الجسم. صوب. السلسله الكهروكيميائيه هي ترتيب بعض المواد حسب سهوله فقدها للالكترونات؟ لا، هي السلسله الكهروستاتيكيه. الكهروستاتيكيه. تتجمع برادة الحديد بكمية كبيرة عند منتصف المغناطيس. هو أنا قلت لك أكبر قوة للمغناطيس عند الإيه؟ عند الأطراف. عند الإيه؟ الأطراف. النسبة بين كتلة جسم الأرض، جسم على الأرض، وكتلته على القمر، أنا قلت لك الجسم على الأرض 6 إيه؟ لأ، مش 6 أضعاف،
استنى بقى هنا، انا دلوقتي انا قلت قوة الجاذبية. قوة الجاذبية بتأثر على الوزن ولا على الكتلة؟ شفت كنت هتقع فين؟ تمام، يبقى انا ايه؟ مستحيل اتسرع، ما ينفعش ايه؟ اتسرع، انا لازم اعرف فين النقطة. انا دلوقتي ايه؟ اول ما قريت السؤال يا ميس ايه؟ 6-1. حلو، لا غلط يا خايب، هتاخد كده بصمة الايه؟ فاشلين كده، تاخد كحكة كبيرة ملحق. تمام؟ ماشي، يبقى ايه النسبة من كتلة ايه؟ الجسم، انما لو كان قال لي الوزن كنت هقول له الكلام ده مظبوط، انما الكتلة 1:1، كتلتي ما بتتغيرش، وزني اللي بيتغير، عشان الوزن معتمد على الجاذبية، وجاذبية الأرض 6 أضعاف القمر، فأنا عندي الكتلة 1:1 يا باشا. تمام. تسمى حركة الأقمار الصناعية حول الأرض بالحركة الحلزونية؟ لا، هي بتدور في مدارات محددة ومعينة بسبب الجاذبية، يبقى هي حركة مدارية. تمام. تركيب لويس النقطي للكربون على 6 إلكترونات مفردة، تعال نشوف. عندي السي 6، 2، 4. تمام، لما اجي هعمل الايه المخطط بتاعي، ادي 1، استنى اعملها لك بلون مختلف، ادي ايه؟ اول الكترون، تاني الكترون، تالت الكترون، رابع الكترون، يبقى هو بيحتوي على 4 ولا على 6؟ بيحتوي على 4، اللي هو عدد الايه؟ عدد الالكترونات في الغلاف الخارجي. جميل. الفلز السائل، عندي فلز سائل وحيد في الجدول الدوري هو البروم، مستحيل، هو الزئبق، هو الايه؟ الزئبق. يمكن فصل محلول ملح الطعام بالتحليل الكهربي؟ هو انا هفصل ملح الطعام بالتحليل الكهربي ولا بالتبخير والتكثيف؟ اجيب الميه واغليها، فالميه بتتبخر وبيتراكم عندي ايه؟ الملح. نسيج الخشب بيعمل ايه؟ بينقل الميه والاملاح من الجذر للساق، انما اللحاء بينقل الايه؟ الغازات من الاوراق لايه؟ لباقي ايه؟ لباقي النبات. يعني اللحاء بينقل من الاوراق لباقي النبات، الخشب بياخد من الجذر لايه؟ للنبات. فطر الخميره صناعه الخبز والكحول. المزاوله هي تحديد الايه؟ الوقت، تحديد الايه؟ الوقت. دوران الارض حول الشمس، تعاقب الليل والنهار. الكتروسكوب هي ايه؟ تحديد الحاله الكهربيه للجسم. قصيبات هوائيه هي اللي بتساعدني على التنفس في الايه؟ في الحشرات، انما بتنفس من عند الرئه. الحشرات قصيبات هوائيه. جميل. وقلت لك السمك خياشيم، وقلت لك الضفادع رئتين وجلد. جميل. خلايا الحارسة المسؤولة عن فتح وغلق الثغور اللي موجودة على النبات اللي بتدخل لها الايه؟ الأكسجين. تمام. الصبغ الأزرق المصري، تكوين الايه؟ البرديات. البرديات. سبيكة ألمونيوم وتيتانيوم، بعمل منها هياكل طيارات، لأنها بتصبح أكثر خفة وأكثر تماسك. فطر البنسليوم، إنتاج المضاد حيوي البنسلين. طيب، الشكل اللي قدامي ده هو مقطع من أحد أجزاء النباتات، ما الجزء الذي يمثله الشكل؟ عندي 1، هو ده الايه؟ الخشب واللحاء. تمام. استبدل كل من اكس وواي بالبيانات المناسبه، يبقى انا عندي اكس، الجزء اللي فوق ده بتاعي اسمه اللحاء، جزء الخشب اللي هو متظلل بالاسود ده اسمه الخشب. ماذا يمثل التركيب اكس وما وظيفته؟ انا قلت لك ان اكس لحاء، قلت لك بيعمل ايه؟ وظيفته نقل المواد الغذائيه من الاوراق لجميع اجزاء النبات. طيب، دي عندي ظاهره ايه؟ لما القمر بيقف في منطقه الظل او شبه الظل. ما شكل من الشكل حدد موقع القمر. طيب، عندي اول حاجه في الموقع سي، هو هنا في الطور الايه؟ في الطور الاول، هو لسه في اول الشهر. عندي هنا في الموقع ايه؟ فين؟ هنا اهو في الطور التربيع الاخير، مع تحديد الفتره الزمنيه بينهم ايه؟ اسبوعين. عدى ايه؟ اسبوعين. الشكل يمثل جزء من الجدول الدوري الحديث. ماشي. حدد الرقم الدال على عنصر من العناصر الانتقاليه. قلت لك العناصر الانتقاليه بتقع فين؟ في نص الجدول، في نص
الجدول عند الفئة دي أنا عندي هنا رقم 5. طيب وإلى أي فئة ينتمي؟ للفئة إيه؟ دي. عند وضع المغناطيس الموضح بالشكل. حلو. في برادة حديد. جميل. إذا كانت كثافة البرادة مرتفعة عند مواضع معينة، حدد هذا الوضع. أنا قلت لك أنا المغناطيس القوة بتاعته فين؟ في الأطراف ولا في الوسط؟ في الأطراف، فهيجذب الحديد أكتر. في الأطراف ولا في الوسط؟ في الأطراف. الأطراف بتاعتي عندي الإيه وعندي الدي، يبقى الإيه والدي. إنما لو قال لي أقل في الحديد، أقل في كثافة الحديد، فهو هيبقى قصده على المنتصف السي والبي. جميل. عندك صورة إيه؟ عفن الخبز. بيقول لي صنف الكائن الحي من حيث نوع الخلايا وعدد الخلايا المكونة له. دي صورة إيه؟ عفن الخبز. نوع الخلية فطر عفن الخبز. تمام؟ عدد الخلايا عديد الخلايا. هنا الشكل يمثل تركيب لويس النقطي. تركيب لويس النقطي لأحد العناصر استنتج تكافؤ العنصر. هو عنده كام؟ عنده 5. يعني 2 كام؟ 5. حلو. رقم المجموعة إيه؟ تمام. الذي يقع فيها العنصر في الجدول الدوري هو تكافؤه كام؟ هو عايز كام عشان يوصل لل8؟ عايز 3 إلكترونات. 3 إلكترونات عشان يوصل لل8. رقم المجموعة إيه التي يقع في العنصر الجدول 5A. هو أنا عندي أهو هنا إيه؟ ال 5A عنده آخر مستوى عنده 5 إلكترونات. اعذروني بس زوري وجعني أوي. اعذروني انا حقكوا عليا. تاني السؤال ده عشان اللي ما فهمش. هنا بيقول لي الشكل ده بيمثل ايه؟ تركيب لويس النقطي. حلو قوي. طيب نمسح اهو يا عم اهو، نمسح كل ده، هنمسح خالص اهو. تمام. عشان اللي ما فهمش، عشان حاسه ان انا شرحته لكم بسرعه، بس حقكوا عليا والله. ايه زوري تعبني جدا 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 جدا، الشتاء والبرد ومش عارفه ايه. طيب انا عندي هنا كام؟ 1 2 3 4 5. طيب يبقى هو عنده غلاف التكافؤ الاخير فيه كام؟ 5. جميل. طيب علشان يوصل لاكثر حاله استقرار محتاج كام؟ محتاج 3. حلو قوي. يبقى هو تكافؤه كام؟ ثلاثي. ورقم المجموعه بتاعته A التي يقع فيها العنصر في الجدول الدوري 5A، لاني انا بعرف اسمه ايه؟ رقم الايه؟ رقم المجموعه من الايه؟ من عدد الالكترونات الموجود في اخر غلاف. انما بعرف عدد الدوره من الايه؟ من عدد الايه؟ المدارات. من عدد الايه؟ المدارات. بسم الله الرحمن الرحيم. بيقول لي ماذا يحدث لورقتي الكشاف الكهربي؟ ده عندي جهاز اسمه الايه؟ الالكتروسكوب، اللي انا بعرف منه ليه الكهرباء. الالكتروسكوب. ماشي. عند لمس قرص باليد ايه اللي هيحصل؟ هتنتقل الشحنه الكهربيه لليد. ده الايه؟ الالكتروسكوب. ده عندي اسمه ايه؟ الاميبا. بتتحرك بالاقدام الكاذبه. بالاقدام الكاذبه. عندي دي الايه؟ اليوجلينا. بتتحرك بالاصوات. هنا عندي الشكل يمثل الكره الارضيه. جميل. ده هو هنا بيقول لك محور الارض، علشان كده ايه بيحصل عندي؟ ايه 23 ونص، اللي هي ايه؟ دي الزاويه بتاعت 23 ونص. تمام. عشان كده بيحصل عندي اختلاف في درجات الحراره. قلت لك محور الارض بيميل ب 23 ونص، فببدا اقرب من فصل الصيف بيحصل فصل الصيف، ومحور الارض ده هو اللي بيعمل ايه؟ اختلاف في درجات الحراره. حلو. هو انا هنا كده في فصل الصيف. ماشي. الشكل يوضح الجسيم اكس. الشكل ده حر الحركه مشحون بشحنه ايه؟ موجبه. يعني ده موجب. حلو. وانا عندي شايف ان ده موجب، هيتجاذب ولا هيتنافر؟ هيتنافر وهينجذب مع الايه؟ السالب. موضوع باللوحين مختلفين عن بعض في الشحنه. في اي اتجاه يتحرك الجسيم؟ انا عندي قلت لك هيتحرك ناحيه السالب. ليه؟ لان هو موجب، فهيتحرك ناحيه ايه؟ ناحيه ايه؟ طيب هنا بيقول لي عندي راسب ازرق وراسب ابيض. هذا الشكل يمثل تغير فيزيائي ولا كيميائي؟ قلت لك عندي تغير في اللون، تغير في الريحه، صعود غازات، يحصل اي تغير في الماده نكون ماده جديده، هو تغير كيميائي. تغير كيميائي.
تمام. وبذلك الحمد لله والشكر لله تم الانتهاء من المراجعه. معرفش الحصه وقتها قد ايه، بس بالله عليك بالله عليك بالله عليك لو وصلت للنهايه فانا بشكرك جدا جدا جدا، بشكرك للغايه. تمام. وبجد كنت مبسوطه جدا جدا ان انا معاكم الترم ده، وباذن الله ان الترم التاني فيه مفاجآت كتير قوي 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 ليكوا. بس علشان نعمل المفاجاه دي محتاجه اعرف كل واحد بيتابعني من محافظه ايه، سيبوها لي في الكومنتات. مبدئيا انا عارفه ان انت هتشوف الفيديو دوت هيبقى يا اما ليله الامتحان يا اما فاضل لك كام يوم على الامتحان، فانا عايزاك تثق بمجهودك انت وبس، ومادام عارف ان انت عملت اللي عليك قدام ربنا، تمام، اهم حاجه تعمل اللي عليك قدام ربنا علشان ما تندمش. الامتحان جه سهل، الامتحان جه صعب، انت حليت كويس، انت حليت وحش، ما تلومش نفسك مادام عملت اللي عليك. طول ما انت هتعمل اللي عليك قدام ربنا، اذا كان في مذاكره، في صلاه، طاعه والدين، اي حاجه، ما تلومش بعدين على النتائج. ربنا عارف هو كاتب لك الخير فين. تمام. لو ما نجحتش دلوقتي فهو مش شرط تاخد حصيله التعب دلوقتي. هو انا لو كنت خدت حصيله تعبي في وقتي الحالي هل انا هحس بطعم النجاح؟ لا، انا لازم اصبر ولازم اعافر واجتهد علشان احس بحصيله النجاح. ممكن لو انت خدت دلوقتي انت ذاكرت وتعبت ومش عارفه ايه، ممكن ناس بتذاكر وبتتعب وبتجتهد وتلاقيها مثلا مش مقفله، جايبه درجه مش راضيه عنها. ربنا كاتب النجاح في وقت معين، في وقت معين. ممكن بعدين لما تكبر، تمام، هتحسي فعلا ان مثلا ربنا كتب لك ان انت تجيب درجات كويسه في ثانويه عامه، بس ما كتبلكش تجيبها في اعدادي. تمام. لما هتجيبها في ثانويه عامه هتبقى مبسوط اكتر ولا لما تجيبها في اعدادي؟ مش بقول لك ان انت كده ما تجيبش في اعدادي، بس علشان تبقى عارف ان ربنا هو مقسم الارزاق، هو عارف هو انت عايزك تنجح امتى، هو كاتب لك الخير فين. يعني انا مثلا لو كانوا قالوا لي تنجحي اكتر، يعني تجيبي مجموع اعلى في الثانويه العامه وتخشي كليه تانية، هقول لهم لا، رغم ان انا وقتها كنت بنهار، وازاي وانا ازاي وانا مجهودي راح وانا تعبي راح، وازاي ما اخشش مش عارفه طب ولا ما اخشش. ربنا كتب لي النجاح والتوفيق في منطقه معينه بعد زمن معين. يعني انا لو رجع بيا الزمن ل5 سنين ما كنتش هحتاج النجاح اللي انا كنت عايزاه. هو ربنا مقسم على حسب انت توفيقك وقدراتك وصبرك وكل الحاجات الجميله دي، وربنا عادل دايما دايما. خليك واثق في دي، اهم حاجه تبقى عارف انك عملت اللي عليك قدام ربنا. توفيق ليكم جدا جدا يا سنه اولى، وباذن الله عايزاكم تطمنوني عليكم بعد الامتحان خلال الفيسبوك، هطمن عليكم وهبقى معاكم خطوه بخطوه لحد باب اللجنه. اوعى تتكسف انك تسال على حاجه، اوعى يكون ناقصك معلومه ما تسالش عنها، بقول لك انا معاك لحد الاخر، مفيش اكتر من كده. ملزمه هبعتها لك، اي سؤال هجاوبك عليه، كل حاجه. وباذن الله بالتوفيق، وان شاء الله تعبك ما يروحش هدر ولا تعبي معاك يروح هدر. كنت مبسوطه جدا جدا ان انا معاكم، وهستناكم باذن الله الترم الثاني. بس اوعى تنسى تقولي انت بتتابعني منين، عشان في مفاجاه حلوه جدا 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 ليكم من الترم الثاني. متنساش بقى تعمل سبسكرايب ولايك للقناه. بحبكم جدا جدا يا سنه اولى. باي باي.